وكيفي. هيئة الزكاة افتتحت 7 مطابخ و4 مخابز بمبلغ يقدر 113 مليون. 113 مليون. ما اشتروش المطابخ واشتروا المخابز، لا، هذا دعموهم يعني مع العدة مع كل شيء. ما يجي يقولوا لهذه المواد يطبخ ووزع. 113 مليون. انا يوم سألك قال لك ادولك نفر رز وشوية طبيخ ونص قرطاس عيش. 113 مليون يا مسلمين في ظل هذه الأوضاع. أنا ويشهد علي الله إني طالب الله بعيش، أبيع عيش، وإنه ربحي أقسمه أنا وأسر فقيرة بالحالة وجنبي أعرفهم، وأنا إنسان مواطن فقير أطلب الله، وأنا إنسان كفيف وأطلب الله، وربحي يشهد الله ويعلم وإحنا برمضان إننا أتقاسم به أنا والمساكين، يشي عيش يشي بيس اللي يشتي، ربحي يتقاسم به أنا وأسر محددة. وجزاهم الله خير. بعض الناس كانوا يتكفلوا بأسر يدي قيمة العيش، هذه الأسر يكون يدلع كل يوم عيش، وأنا فرد مانش مسؤول. المسؤول لما 113 مليون، أنا ما دخلش راسي والله ما لي علم في فساد وينهم أنا جاري. مسؤول، موظف كبير، موظف صغير، صاحب باص، صاحب موتور، أنا ما أترك ما نش أقول لأنه ما جاري بالعقل والمنطق. في أسر يشهد الله ويعلم لا هم دارين وحالتهم حالة وفقراء ومحتاجين ومستحقين، لا هم دارين ولا درينا ولا علمنا ولا دشنكو ولا نشركو ولا قلكو، لا عملنا واستهدفنا 8,000 أسرة. يا رجال المدينة وما جاوره إلا 55 مليون محتاج، مو بكي تقول لي 8,000. القاعدة مشورة غطوك كل المناطق، ولا 113 مليون جزاءها عملنا 7 مطابخ. يدولي 13 مليون وانا مستعد اكل المدينة كلها شهر رمضان كامل. 13 مليون. لا حول ولا قوة الا بالله. نتمنى الشفافية في هذا الموضوع. كيف جزاء 113 مليون؟ نتمنى أحد المسؤولين يجي يوضح ويشرح. اشترينا رز ب5 مليون واشترينا بطاط ب10 مليون، وضحوا لنا. وما بيني شيء. المال هذا مال عام ومال زكاة حق فقراء ومساكين، اللي يأكلون مش هيربح من كان حتى لو ريال واحد. أنا أتكلم نيابة عن الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين ما أشرح والله إن حالتهم حال، لكن من تكلم كيف تعمل من تناجي ناهي ذي جاي ذحين حقلك السواد. أنا معي وصار أعرفهم مساكين، إذا أحد يعمل بهم خير جعجع على ما تسجلهم ولا يعتمدوهم ولا حتى ما بالسلاسة بالتعامل. أنت دا مسكين، أنت فعل خير دا مسكين تبزه تدوراقه، ما بالسلاسة وتساهل في بعض الأمور. هذه زكاة، لا من جيبي ولا من جيبك ولا من حق أبوك ولا من حق أبيك. زكاة مال عام حق الله، المال مال الله. سجل الأسر، مش لازم تسرق 20 مليون و50 مليون. اسرق لك 5 مليون، اسرق لك مليون، اسرق لك حق تخزي جنيه، لكن مش هكذا شفيط. نتمنى من الجهات المختصة الشفافية في هذا الموضوع. أنا صراحة والله ما أنا فاهم كيف شوية طبيخ ونفر رز ونص قرطاس عيش 113 مليون. ما أنا أقول هدرة، انتو هدروا انتو.